بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة دخول المدارس يا حبايبي. احنا قلنا بقى كده ايه، نروح نقضي يومين كده بعد الفرح بقى بتاعنا ما خلص وبعد ما استريحنا شوية. قالوا بقى نروح ايه، نستجم يومين كده في السخنة. فدلوقتي انا مصوره لكم الطريق اهوت واحنا رايحين السخنه. هنقعد يومين بس، هم 48 ساعه بس كده، عشان طبعا المدارس بقى والدروس والكلام ده كله. فقالوا نروح كده قريه كده، نستمتع يومين كده قبل الشتاء وقبل دخول المدارس ودروس بقى ونشغلوا والكلام ده كله. فقلنا ايه، نروح نقعد يومين. فحبيت بس ايه، اوريكم الطرق بقت جميله جدا جدا في القاهره، بقت جميله والله. على الطرق السريعه دي بقت حلوه قوي ونظيفه وسريعه وسهله وجميله، يعني نظيفه جدا جدا، ما تتعبيش جدا في السفر وانت رايحه. طرق حلوه جدا ونظيفه، اتغيرت قوي عن زمان يعني. احنا كده وصلنا القريه، فانا كده بصور لكم كده منظر الشاليه من بره. كنا واخدين كده شقة في شاليه يعني. ودي كده أول ما دخلنا الشقة، ريسبشن كده محندق صغنن كده جميل. أول ما تخش كده تلاقي المطبخ حوض وميكروويف وبوتاجاز ومبرد وتلاجة كويسة كده شغالة جميلة برضو. وحمام في أول الريسبشن، حمام يعني نضيف جدا جدا، وحاجة كلها جديدة ونضيف جدا جدا يعني. بصراحة حقيقي عجبنا جدا يعني. ولما صلى على النبي، هنا في زي ترابيزة سفرة كده صغيرة، 4 كراسي وركنة صغننة وكنبة بتتفتح سرير. تكييف طبعا في الوش اهوت وشاشة. وهنا بقى الفرندا كده او البلكونة بتبص على الناحية التانية على طول، في ظهر الشاليه ال- البسين. كل بول كده صغير للأحجام، يعني للأطفال وللكبار، وكان المنظر جميل جدا يريح الأعصاب ويريح العين. جميل استجمام مفيش بعد كده. بصراحة حلو قوي قوي المنظر، يعجبكم قوي. انتوا شايفين الجمال ومنظر الشاليهات حلو قوي قوي وجديدة وحلو جدا يعني. بصراحة مكان حلو وراقي كده، تحسي ان انت مستمتعة وانت قاعدة، هدوء جميل، ولاد اتبسطوا قوي. هنا بقى الشقة من جوه، دي أول أوضة. طبعا احنا لسه ما كناش ايه، يا دوبك كنا شلنا بس الملايات بتاعتهم والكلام ده كله، ما كناش لسه فرشنا. دي أول أوضة. أوضة سرير واحد كبير كده زي ما انتم شايفين، 150. وغسالة جديدة نوفي لسه بالبلاستيك بتاعها. والأوضة دي يا جماعة كانت بحمام. أوضة فيها حمام برضو، حوض وتويلت وبانيو قدم، وجميلة جدا، والإيشاني بتاعها نضيف، كل أدواتها جديدة حلوة جدا يعني. أوضة كبيرة بحمامها، دولاب وسرير 150 زي ما انتم شايفين كده، حلو ومرتب نضيفة. والأرض زي الفل، جميلة بصراحة. تاني، هي كانت 3 أوض على فكرة. تاني أوضة بقى، الأوضة بسرير واحد ودولاب ومروحة. دي ما فيهاش تكييف عشان الأوضة صغيرة. برضو كنا برضو شلنا الملايات بتاعتهم، كانوا لسه هيفرشوا برضو. الفرش بتاعنا احنا اللي جايبينه معانا. دولاب وسرير، سرير متر وشباك برضو بيبص على البسين. دي تاني أوضة. الأوضة التالتة بقى، كان فيها بسم الله ما شاء الله سريرين. برضو كل المراتب جديدة جميلة نظيفة بالتكييف بتاعها. دولاب ضرفتين. وبرضو الشباك برضو بصوا الفيو بتاعه جميل جدا، بيبص على البسين برضو. منظر جميل قوي قوي الصبح كده، تقومي تمتعي عينيكي بالخضرة كده، مريح للأعصاب قوي قوي. دي كانت ايه، 3 أوض. نزلنا بقى على البسين تحت جولة كده هوت. ده بسين الأطفال، اللي هو البول الأطفال الصغير للبيبيهات. وده بقى كله بطول الشاليهات كده، البسين بطول الشاليهات كده كبير. ولادي هم في البسين. يعني جميل حلو للكبار وللصغيرين برضو، واللي هو اللي مع 12 13 سنة. وللكبار لحد امتداد كل الشاليه كده، كل الشاليهات كده. البسين جميل جدا جدا، والكراسي نضيفة زي الفل. شمسيات حلوة جدا. وطبعا الدي جي شغال بقى، حاطين سماعات كبيرة كده شغال طول الوقت، وحفلات بالليل كل يوم حفلة، كل يوم حفلة. طبعا احنا ما روحش البحر لان البحر كان بعيد شوية. ولما صلى على النبي كان بعيد علينا شوية، وكانت المية برضو مش حلوة قوي يعني. لكن هم فضلوا البسين، قاعدة على البسين افضل يعني عشان الولاد. انا مصوره لكم كده من فوق.
منظر البسين. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملي لايك للفيديو. واتمنى يا رب ان انتي لو القريه دي عجبتكم روحوا وغيروا فيها جو والكلام ده كله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.